بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قناة البيت الدافي. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد كده، نبدأه بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فترة كبيرة ما نزلتش، حوالي شهرين ما نزلتش فيديوهات. طبعا انا متأخرة ومقصرة معاكم، بس سامحوني. النهاردة بقى حبيت اصبح عليكم كده في الشمس الحلوة ديت، ونبدأ كده اليوم بتاعنا. طلعت الفرش بتاعنا كده في الهواء والشمس. الحقي بقى شمسي وهوي قبل الشمس ما تبرد بقى كده والجو يبرد معانا، ونشوف بقى احنا هنجيب ايه النهارده. هنزل نشتري شوية طلبات، وعندي كلام عايزة اقوله لكم. الناس اللي بتشتكي ان الميزانية بتاعتها مش بتكفيها، حبيبة قلبي، ما هو انت مش هتشتري كل حاجة من بره وتقولي الميزانية مش بتكفي. يعني في كلام كتير هنتكلم مع بعض. النعناعة بتاعتي ما شاء الله جميلة. بحب الخضرة والزرع اقل حاجة يا جماعة، والله العظيم. حتى لو شتلة نعناع صغيرة زي ديت، ريحانة، وردة صغيرة جميلة، بتدي منظر جمال. طبعا مش عايزة حد يخيل عليا ولا يخيل على اختكم. انا لسه ما روقتش مكاني قوي قوي يعني وظبطته. لسه في حاجات بشيلها، وفي حاجات بستغنى عنها، وفي حاجات بزودها. فانتوا عارفين ان انا لسه نقلة جديد، فالله المستعان كده. عايزة دعوات منكم حلوة، وعايزاكم تقولوا لي رأيكم ان شاء الله. اي سؤال واي كومنت عايزينه هنرد عليه. انا طبعا سبت الحاجة كده في الشمس ونزلت اشوف الطلبات بتاعتي، واول ما جيت دخلت صليت على طول، وقلت ايه اسجل معاكم الفيديو بتاعنا. جبت طبعا خضار الشتاء الجميل، بدأ يظهر وبدأ يبان في السوق. الخس، ورق اللفت، الحاجات الحلوة دي بصراحة بتوفر معانا كتير، وبتساعد معانا في بتساعد معانا في بتساعد معانا في تدبير امورنا وتدبير امور الميزانيه. دلوقتي بقى حبايب قلبي، انا جبت الخضار بتاعنا النهارده، وجبت شويه طلبات. يعني مثلا انت بتقولي الميزانيه بتاعتك مش بتكفيك، طب ما تشوفي ايه اللي عندك. ظبطي امورك الاول فيها، وشوفي طلبات بيتك. اكتبي ميزانيتك الاول، اكتبي الحاجات اللي انت بتشتريها. انا كنت جايبه الخاص ده كانوا ب10 جنيه، الاتنين دول كانوا ب10 جنيه. هاخد الورق بتاعهم اعمل منه محشي، والتاني هيتعمل منه سلطه، او هيتاكل كده جنب جبنه، جنب حاجه. الفاكهة ظبطي امورك فيها برضو. يعني دلوقتي الفاكهة في الشتاء غير في الصيف، بتبقى محدودة شوية. كرات عشان نعمل طعمية عشان الفطار، وممكن تعملي منها للعشاء. مش هتقولك لا. ولو اتزنقتي في يوم، اعملي فول وطعمية في الغدا ومشي يومك، وشوية بتنجان مخلل ويبقى اكل زي العسل. دبري امورك ومشي حالك كده وظبطي الدنيا، هتلاقيها متظبطه معاكي. خضره المحشي بقى طبعا بدات ترخص وترتاح شويه كده. الاسعار بدات الحمد لله الحمد لله تهدى شويه علينا. بس هو سبحان الله، حاجه بتطلع وحاجه بتنزل. فهنشوف بقى الدنيا هتمشي معانا ازاي كده. النهارده اتفاجئت ان احنا بنستورد بيض يا جماعه، بنستورد بيض من من تركيا. فالله المستعان يعني. مصر بلد الريف والأرياف والمزارع والفراخ والحاجات ديت، بنستورد بيض. الله المستعان. فجبنا كمان خضرة كمان جنب الأكل كده، وربطة بصل أخضر بقى عشان لو عملنا شوية عدس شوربة كده بيبقى يا سلام. طبعا دي مشتريات اللي أنا جبتها. وجبت كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، جبت كمان الطماطم. برضه انا شايفه اسعارها امبارح كانت كويسه. الطماطم امبارح كانت ب10 جنيه، ودي اللي انا جايباها، دي انا جايباها بالليل، كانت ب10 جنيه الطماطم. آه، جايبه الطماطم كانت ب10، وفي طماطم ب15 برضه. بس انا جايبه ديت علشان هصلصها واخد منها شويه كده للاكل، حاجه بسيطه يعني، والباقي اعمله صلصه، لان عندي اختكم الفريزر بتاعها ما عادش فيه ولا كيس صلصه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت كمان العنب ده كان اديتهولي بصراحه. يعني هو مسكر وكل حاجه، بس هو مش احمر قوي. بس كان ال2 كيلو دولت كانوا قاطعين يومي ساعتها، كانوا ب45 جنيه. هي كانت بتقولي هديهم لك على 45، قلت لها خلاص ماشي، خدتهم. وهنقسمهم كده في التلاجة برضو، هنغسلهم ونظبطهم ونشوف هنعمل فيهم ايه. المهم علشان تمشي امورك وتمشي ميزانيتك، يعني شوفي الحاجة اللي عندك الاول قد ايه، وتعمل لك كام اكلة وظبطيها على الاسبوع. جبت كمان عيش من الفرن عادي كده علشان اعمله. العيش اللي هو الحر العادي، يعني مش عيش التموين. العيش اللي هو تقريبا 8 ب10 جنيه تقريبا يعني. فجبته عشان نعمل حواوشي. جبت كمان الخيار، وجبت كمان الخيار كان ب10 جنيه. الخيار كان ب10 لا كان ب13، كان ب13 جنيه.
المهم ظبطي ميزانيتك وظبطي اسبوعك وظبطي حاجتك، وقسمي اللي معاكي على 4 اسابيع، وما تعديش من اسبوع لاسبوع. الفلوس خلصت دبري امورك باللي في البيت. طول ما انت بتجهزي حاجه في البيت وتعمليها، طول ما البيوت مستوره. البيوت مستوره بكده. طبعا البطاطس ما فيش غنى عنها، كنت جايباها ب20. دي بطاطس تحمير، اللي هي الاسبونتا، دي رمليه شويه يا جماعه. تمسكي الحبايه كده تلاقي عليها رمل. ديت كانت ب20. علشان نتكلم عن الميزانية والحاجات اللي بتوفر معاكي وبتساعد معاكي، لازم يكون عندك رز، بطاطس، الرز، المكرونة، البطاطس، العيش، دول لازم يكونوا موجودين عندك اساسي. وطبعا الطماطم اقل حاجة، يعني هتقدري تتصرفي وتعملي اي وجبة من الحاجات اللي موجودة عندك دي. لو هرستي حتى حباية بطاطس كمان، لو حمرتيها، لو عملتي اي حاجة، المهم دي حاجات اساسية لازم تكون موجودة عندك في تلاجتك اول الاسبوع. ظبطي الاسبوع بتاعك، اكتبي انت هتطبخي ايه اللي ممكن يوفي وايه اللي ممكن يبدل. الاسبوع بتاعك خلص، ما تعديش على الاسبوع التاني. جبت طبعا حاجات من اللي كان لسه كمان الفلفل. بس الفلفل طبعا ب20، انا شكلت من ده ومن ده. واعملي عندك برطمان مخلل في البيت، اعملي عندك صينية كيكة، اعملي فطيرتين. المهم الدقيق لازم يكون موجود عندك برضو من ضمن الحاجات اللي تكون موجودة واساسية. جبت نص كيلو فول للتدميس، يبقى احنا كده عملنا الفول وعملنا الطعمية وعندنا البطاطس وعندنا حاجة السلطة وعندنا فاكهة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هتحتاجي ايه؟ اللحوم والخضار. اللحوم والبروتين يعني هاتيه بالشهر. يعني انت لو بتقبضي مرتبك بالشهر هاتيه بالشهر، بتقبضي بالاسبوع هاتيه بالاسبوع. بس انا بحب اطلع ده من الميزانية بتاعتي الاول بالشهر، وبطلع الايجار وبطلع الحاجات اللي عليا، وبعد كده برجع احط اللهم صل على النبي الفلوس اللي بتتبقى بقسمها على ال4 اسابيع. طلعي الاساسيات بتاعتك الاول عشان ما تتوهيش وتتلخبطي، وهتلاقي الخير والبركه موجوده في بيتك ان شاء الله وبامر الله. حبايب قلبي، البصل بدأ يغلى. اللي ما جابتش بصل وما خزنتش بصل تجيب شويه وتعينهم، هينفعوكي في وقت الزنقه وفي وقت الازمه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، حبيت اطل عليكم فيديو بسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.